السلام عليكم. معكم كريمة أم رحاب. في هذا الفيديو غنشارك معكم الحلقومة التركية اللي كتشبه تماما مذاقا وشكلا لديك البنانة اللي كنا كنشريو ب2 دريال في الزمن الجميل. على بركة الله غادي ناخد كاسرول غنوضع فيها 2 كيسان ديال السكر سنيدة، كاس ونص ديال الماء، نحرك مزيان ونوضعها فوق النار حتى الغليان. في هذا الأثناء غناخد كاس ديال النشا عامر وكاس لاروب ديال الماء، غنخلط مزيان وغنوضع نص معلقه ديال سنيده الحامضه. غادي نوضع هذا الخليط فوق السيرو اللي غلى ليا مزيان فوق النار مع التحريك المستمر ودائما النار مهيله حتى كنحصل على هذا الخليط اللي كيكون متجانس. صافي هنايا غادي نقسم على حسب النكهات اللي عندي. انا هنايا قسمت على 3، يعني القسم الاول درت فيه النكهه الفريز، النكهه ديال البيستاج والنكهه الحامض. غادي نخلط المكونات مزيان وغادي نوضعهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى كنحصل على واحد الكتله مجموعه ديال هذا الخليط بهذا الشكل. يعني كنبقى كنحرك على نار مهيله حتى كنحصل على هذا الخليط. غناخذ البلاستيك الغذائي نرشو بشويه ديال الزيت ونقاد هذاك الخليط جيدا، نقادو مزيان بالبلاستيك الغذائي ونديرو في الثلاجه حتى كيجمد. هاد الطريقه كنديرها الاشكال او النكهات ب3، كنخليهم حتى كيبردوا تماما، كنحصل على هذا الشكل. غادي نقطعهم على حسب الرغبه، ممكن نقطعهم بالقطاعه، ممكن نقطعهم غير بالسكين، يعني قطاعات كيكونوا مختلفه، قليب يعني في اشكال ديال الحيوانات، اشكال مختلفه، يعني داكشي اللي بغيتو نتوما. من بعد ما قطعتهم غنوضعهم في سكر سنيده اللي كيكون خشن، ممكن ديرهم في الكوك او ممكن ديرهم في النشا. كنديرهم في بواطه ونحتفظ بهم. كيكون هذا هو الاشكال النهائيه ديالهم، كيجيو زوينين راقيين حتى في المذاق كيجيو. يعني نتوما كديروا المذاقات اللي بغيتو او اللي كيبغيو وليداتكم. كنتمنى تجربوهم. كانت هذه الحلقه ديال الحلقومه التركيه. شكرا لكم على الوفاء ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله.